آن الأوان يا ست أن نضع الخلافات تحت الطاولة. هذا واحد. رسالة على سؤالك، ردا على سؤالك، السنة يتحملون وزر سيادة العراق. سيادة العراق محفوظة وكرامة العراق محفوظة، ولكن الخطأ على جدلية الأشخاص الذين يعيدون إنتاجهم أو خالية من ثمرة جديدة. هذا واحد. شأنكم، هذا شأنكم، بالتالي أنتم اخترتوا اللي ترجوه وصلتوه لرئاسة البرلمان. هل من شأنكم التدخل برئيس الوزراء وهو من حصة الشيعة بطريقة ممكن ما تكون فقط ضمن المنافسة داخل الإطار بالأشخاص وإيصال الموضوع إلى إقليميا ودوليا؟ الشريك له رأي في الإدارة وفي السيادة العراقية. الحدود شنو؟ شوفي، هو ماكو حدود، ولكن اكو شخصيات جدليه اربكت المشهد العراقي. الوضع العراقي ما يتحمل. الوضع العراقي يا ساده يا شعب يا عراق، اقول لكم ان العراق كما قال الجواهري لا يكسر العين. فاذا ظلينا، وهاي رساله الى بوتفليقه العراق، اذا ظلينا دورتين وثلاثة وأربعة وخمسة كل ما خلص رئيس وزراء وعدنا له رئاسة الوزراء، وين التغيير بالموضوع؟ يعني ليش تريدون تعيدون المرة الثالثة للحلبوسي؟ لا، ليش الحلبوسي؟ دورة ونص ما خلص. والثانية دورة ونص ما خلص. ردتوا بالثالثة؟ تمام. ردتوا بالثالثة، لو عليكم حلال وعليهم حرام. تمام. قبلنا إرشادات وتوصيات الأخوة الكرد والإطار، وجبنا شخصية مقبولة غير جدلية. لماذا في رئاسة الوزراء والإطار يناقض نفسه؟ تحياتي للأستاذ العلوي. الإطار يناقض نفسه، يضع شخصية غير جدلية شرط وغير منتمي لأحزاب، ويأتون بشخصية مخضرمة عليها ذاكرة وعليها لبس وعليها غير، يعني ملاحظات كثيرة مثل ما مترحي عنده 190 مقعد. جيب 190 مقعد وخلي اللي تريد. إذا يقدر خلي يعبر أبو 190 مقعد. أنا لا أشخصن، أتكلم سياسة. لو فعلا صحيح كان الكرد اليوم شكلوا رئاسة جلسة اليوم ومفاوضات اللي صار لها يومين ثلاثة وحراك قوي، كان شكلوا رئيس لجمهورية العراق يكلف رئاسة الوزراء، ولكن هناك تحفظات وهناك عدم ثقة وهناك مصالح شخصية وهناك إرادات وهناك كسر إرادات، وبالتالي احنا راح نقع بيها كشعب فقير عطال بطال